بص بقى يا ابو ادم، لو انت في فنون تطبيقيه ومحتار تدخل اي تخصص، او لو انت في ثانويه عامه وعايز مجال جديد ويكون ليه مستقبل، او لو لسه مش عارف كل المنتجات اللي حوالين مننا دي ازاي بتوصل لنا، فالفيديو ده ليك. يلا بينا. طيب في الفيديو ده انا مقسم لك الموضوع لشويه نقط كده علشان يكون واضح. اول حاجه هنتكلم فيها يعني ايه تصميم صناعي، امتى ظهر، اسباب ظهوره، اهميه التصميم الصناعي، مجالات التصميم الصناعي، مستقبل التصميم الصناعي، وكيفيه الدراسه. ما معنى التصميم الصناعي؟ التصميم الصناعي لو هنعرفه تعريفين، تعريف اكاديمي وتعريف كده عامي او بالبلدي. يعني عمليه تصميم المنتجات باستخدام تقنيات الانتاج الشامل، وهو مجال يجمع ما بين الفن والعلوم والهندسه. تعال بقى نتكلم كده بمنتهى البساطة والوضوح وبالبلدي. يعني ايه تصميم صناعي؟ الموضوع كله قائم على وجود مشكلة، ووجود احتياج، وانا الناحية التانية بكون بدور ان ازاي احل المشكلة دي او ازاي اغطي احتياجي ده. وده بيحصل عن طريق منتج او اداة بتقدر ان هي تساعدني ان انا احل المشكلة دي. على سبيل المثال وليس الحصر، تعالى نتخيل الملابس، غسيل الملابس مثلا. لو ما كانش في غسالة كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل ان هيكون في مجهود كبير في غسل الملابس، هيبقى في وقت اكبر، هيكون في كواليتي قليله. دي مشكله بدأنا احنا نحلها ازاي؟ باختراع جهاز او اداه زي الغساله. فاصبح ان المجهود اقل بكتير، طبعا مع تطور تصنيع الغساله اصبح المجهود اقل فاقل، الوقت كمان بقى اقل، وبالتالي مع ده كله ارتفع كواليتي النظافه. امتى ظهر؟ يعتبر ظهور التصميم الصناعي يعود الى القرن 18. تالت نقطة معانا أسباب ظهور التصميم الصناعي. دي بقى عدة أسباب. أول حاجة الثورة الصناعية. قبل الفترة دي كان الحرفيين بيصنعوا المنتجات بطريقة يدوية، وكان التركيز أكتر على الحرفة والمهارة اليدوية. ولكن بقى مع ظهور الثورة الصناعية والآلات البخارية، ده ودانا لحتة تاني مختلفة خالص. لأن وقتها أصبح إن أنت تقدر تصنع منتجات كتير جدا وبكميات كبيرة وليها نفس الخصائص. ده على عكس الحرفة والمهارة لدى الحرفيين اللي كانوا بيعملوا منتج واحد، ولكن ما كانش يقدروا يكرروا نفس المنتج بنفس الكواليتي بنفس الخصائص. تاني سبب معانا وهو النمو السكاني. طبعا نتيجة لزيادة عدد السكان ده أدى إلى زيادة الطلب على منتجات كتير جدا ومختلفة. تالت سبب معانا وهو النمو الاقتصادي. طبعا مع زيادة الإنتاج الصناعي أصبحت المنتجات أكثر توفرا وأقل تكلفة. رابع سبب معانا وهو رفع سقف توقعات المستهلك، وده طبعا شيء طبيعي جدا ان المستهلك اصبح عنده توقعات اعلى، فده بالتالي ادى منه الى تطور المنتجات، واصبح هناك منتجات بتقنيات مختلفه ومتنوعه. خامس سبب معانا التطورات الفنيه والثقافيه، ودي بقى يا سيدي اتمثلت في حركتين: حركه اسمها حركه الفنون والحرف في بريطانيا، والحركه الثانيه هي حركه الباو هاوس في المانيا. والحركتين اجتمعوا على ان لابد ان يجتمع التصميم والجمال والوظيفه في نفس المنتج. السادس سبب معانا وهو الابتكار التكنولوجي، وده ظهر في حاجتين: ظهر في المواد الخام المستخدمه، وظهر كمان في طرق التصنيع اللي بقت مستحدثه. سابع حاجه معانا التنافس، وده طبعا ظهر ما بين الشركات ان هم يطوروا منتجاتهم علشان تتناسب مع متطلبات واحتياجات المستهلكين. الفكره بقى مع كل اللي حصل ده، ظهر اتنين من النقاد المفكرين، واحد اسمه جون رسكين والتاني اسمه ويليام موريس. والاتنين دول قالك كانوا يعني شايفين كده ان المنتجات كلها اللي موجودة في الفترة دي حاجة يعة خالص، وقالك ان ده نتيجة ان مبقاش فيه تطوير للمنتجات، وابتدوا ان هم يهتموا بتجربة المستخدم ويطوروا المنتجات بشكل افضل من كده. وده طبعا اللي خلانا مع الوقت نشوف تليفون زي ده كده. ليه تليفون بالشكل ده كده؟ حاجة كده بقت كده. بعد كده معانا مجالات التصميم الصناعي. انا مش هقدر يعني اعمل لك حصر لان ايه المجالات اللي التصميم الصناعي بيقدر انه يدخل فيها، لان فعلا الموضوع كبير جدا. يعني هنبتدي من اول فرشة سنانك اللي انت بتغسل بيها اسنانك الصبح كده، لحد على العربية اللي انت بتركبها وانت رايح شغلك. فالموضوع كبير، يعني ايش بقى ادوات زراعية، على ادوات طبية، على العاب اطفال، على فرنيتشر، على حاجات كتير جدا، على اجهزه ومعدات والات. فالتصميم الصناعي تقريبا داخل في معظم المجالات. تعال نتكلم عن اهميه التصميم الصناعي. اهميه التصميم الصناعي انا شايف من وجهه نظري يعني انها بتلخص في 3 نقط مهمين جدا. اول حاجه تحسين وتسهيل جوده الحياه.
تخيل معايا ان مفيش ولا منتج من اللي احنا بنستخدمهم دول موجودين. يعني مفيش عربيه، مفيش كاميرا، مفيش اضاءات، مفيش اي حاجه من اللي احنا بنستخدمها دي موجوده. كانت الحياه تبقى عامله ازاي؟ فالتصميم الصناعي بوجود كم المنتجات اللي في حياتنا دي اصبح فيه سهوله ويسر في التعامل. تاني حاجه الاستدامه البيئيه، واحده من اهم المشاكل اللي بيشتغل عليها التصميم الصناعي، وده بيحصل عن تقليل المواد الخام المستهلكه في تصنيع المنتجات واعاده تدوير المنتجات الحاليه. تالت حاجة تشجيع الابتكار، وده بيفتح الباب لكتير جدا من المهتمين المبدعين ان هم يبتدوا يطوروا ويظهروا منتجات جديدة تحل مشاكل حقيقية موجودة. عشان كده بقينا نشوف منتجات غريبة وبتعمل وظائف اغرب. طيب، في سؤال مهم جدا، ايه بقى مستقبل التصميم الصناعي؟ يعني في ظل التقدم والتكنولوجيا والتطور اللي احنا فيه، اعتقد ان التصميم الصناعي هيكون له دور كبير جدا. اول حاجة تصميم الروبوتات والماكينات بالذكاء الاصطناعي. انا متخيل ان قدام شوية ومش كتير ومش بعيد قوي هنشوف روبوتات وماكينات بتأدي مهمات بتسهل علينا حياتنا. تاني حاجة انترنت الاشياء او الاي او تي، هو اختصار لانترنت اوف ثينجز. وطبعا دي قصة كبيرة، يعني ما اعتقدش ان انا حاليا لو اتكلمت عنها هكون بوفيها حقها، لان كده هنظلمها. محتاجة فيديو لوحدها. فلو انتوا حابين ان انا اكون بعمل لها فيديو لوحدها، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات في الموضوع ده. تالت حاجة معانا الطباعة ثلاثية الابعاد او ال 3 دي برينتنج. طبعا يمكن المصطلح ده سمعته قبل كده او شفت حد اتكلم عنه. طيب انا كده متخيل ان غالبا كل بيت قدام هيكون في 3 دي برينتر بيستخدمها، لا اما في طباعه منتج هو عايزه، او في شيء عنده باظ فهو بيعيد تصليحه عن طريق ان هو يطبع الجزء التالف ويركبه. كمان ان الطباعه الثلاثيه الابعاد او 3 دي برينتنج دي بتسهل من عمليه التصنيع. اصبح في طرق جديده في عمل البروتوتايب علشان مثلا اصنع اي منتج، فدي طريقة جديدة هتسهل من عمليات التصنيع. رابع حاجة الواقع المعزز والواقع الافتراضي او نظارات الفي ار، ودي طبعا هتخلينا نعيش تجربة مستخدم هايلة مع اي منتج بنتعامل معاه، وده هيزود الانتراكشن مع اي منتج بنستخدمه. نيجي بقى لاهم نقطة وهي الدراسة. والله كل الكلام ده جميل، انا بقى عايز ادرس المجال ده، ازاي ادرسه؟ طيب التخصص ده في مصر هنا موجود على دراسة 4 سنوات، وغالبا في بعض الكليات زي كلية فنون تطبيقية بتبقى دراسة 5 سنوات، سنة اعدادي، وبتدرس ال4 سنين في القسم ده. طيب ايه الكليات او المعاهد اللي في مصر اللي بتقدم الدراسة في التصميم الصناعي؟ عندك جميع كليات الفنون التطبيقية الحكومية والخاصة، الجامعة الألمانية بالقاهرة او الجي يو سي، جامعة مصر الدولية او الام اي يو، معهد تكنولوجيا المعلومات اي تي اي، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المعاهد الخاصة طبعا، وعلى رأسهم المعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من اكتوبر. انا كده خلصت. ما تنساش بقى تبص على المصادر، وما تنساش بقى اللايك بقى والسبسكرايب كده والحاجات الحلوة دي. يلا سلام.